بقى من التولز اللطيفة السريعة اللي أنا أقدر أطلع بيها صور وفيجوالز لطيفة، فورمال أكتر، مش رايحة للجو بتاع الاي اي فخلاص هو مفقوس ان هو اي اي. وفي نفس الوقت هي فيها تمبلتس سهلة الاستخدام جدا جدا. في جزء التمبلتس الجاهزه والمقاسات الجاهزه اللي هو بيديهاني بشكل تلقائي. انا لو ضغطت على السوشيال ميديا هلاقيه بيديني كل مقاسات السوشيال ميديا. لو انا هعمل انستجرام بوست، فمجرد ما كتبت له انستا قال لي انت عايز تعملي بوست ولا ستوري ولا ريل ولا ايه ولا ايه ولا ايه. وفي نفس الوقت لو ضغطت على اي حاجه انا عايزه اعملها سي فيديو، نزلت تحت شويه هلاقيه هو اصلا مجهز لي تمبلتس لفيديوز كتير ينفع ان احنا نستخدمها. كل اللي عليا ان انا بس اختار التمبلت المظبوطه اللي ينفع اشتغل عليها. طيب تعالى كده نختار مع بعض انستجرام بوست، ماشي؟ ولا نشتغلها فيديو؟ تعالى نعملها فيديو ألذ يعني. تعالى ناخد مقاس انستجرام ريل ونشتغل عليه. طيب انا خدته هنا على الابيض خالص. هعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما هبدا ادور واشوف كل التمبلتس اللي موجوده، يا اما هكتب له انا عايز اعمل حاجه معينه، انا عايز اعمل اوفر، فهجيب لي التمبلتس بتاعت الاوفرز بس فقط لا غير. هكليك عليها، نزل التمبلت بتفاصيله هنا. طيب التعامل مع اي حاجه ريليتد بالديزاينز هو لايرز. يعني ايه لايرز؟ يعني اليمنتس موجوده فوق بعض. يعني ايه فوق بعض؟ يعني انا لو جيت بصيت هنا، شايفين الشريط اللي تحت ده؟ لو جيت بصيت فيه هلاقي انه الفيديو عباره عن element واحد اللي هي الصوره الكبيره دي، او حتى ده شادو، مجرد شادو. بعده في element الموبايل، بعده في element الاوفر نفسه، بعده في element التاريخ. كل واحده فيهم هي element بمسكها وبحركها على حد. كنترول وزد بترجع لي كل حاجه كما كانت. طيب هستفيد من كده ايه؟ ان انا لو عايزه element يظهر قبل التاني، انا محتاج اخليه يبدأ قبل التاني. يعني لو انا عايز الموبايل ده يبقى هو اخر حاجة تظهر، انا بس هحرك الموبايل ده واخلي كل حاجة تظهر الاول، وبعدين يبقى يظهر بقى الموبايل وقت ما يظهر، اللي هو في الوقت اللي انا اخترته تحت. وهكذا في كل الاليمنتس. لو انا غيرت، انا هنا هجرب على الفيديو لان هو اصعب او اكتر حاجة بتحتاج وقت يعني ومجهود وكذا. تعالى كده نتفرج لما احنا غيرنا الحاجات دي كلها ايه اللي حصل. بدأت تظهر واحدة ورا واحدة ورا واحدة. نفس المنظر اللي احنا شايفينه ده بنشوفه بقى في الفوتوشوب، بنشوفه في الستريتور، بنشوفه في بريمير، في كل البرامج الكبيرة والتقيلة اللي بنعمل عليها التصميمات بتاعتنا. بس احنا كماركتيرز مش دي شغلانتنا. انا محتاج بس ابقى فاهم الكونسبت. كونسبت ان هي اي صوره في الدنيا بتبقى مجموعه لايرز. كونسبت انه في حاجه اسمها صوره حيه، فعندي الفيديو او الصوره اللي هنا دي صوره منتج حي، والاليمنتس الصغيره او اي حاجات صغننه بسميها اليمنت. الخطوط هي خطوط. طيب تعالى بقى نترجم الكلام ده في مجموعه الادوات اللي موجوده عندنا. لو ضغطت على ديزاين هيطلع لي كل التمبلتس اللي انا ينفع استخدمها. زي ما اتفقنا احنا دلوقتي بنعمل اوفر، فهكتب اوفر. انا بعمل حاجه للعيد فهكتب عيد. بالمناسبه هو بقى يفهم عربي دلوقتي فبقى موضوعه سهل يعني. هتفرج واختار التمبلت اللي انا هشتغل عليها. طيب لو رحت للإليمنتس، اتفقنا انه الحاجات الصغننه دي اسمها إليمنت. الإليمنت في منها اشكال وانواع وحاجات كتير جدا. انا عايز اكتب 25% اوف، فمجرد ما كتبتها طلع لي كل الجرافيك، الاليمنت الجرافيك، او الاليمنت الفيديو، او الاليمنت الصور. فهتلاقوا هنا كلمة صور، هنا اوديو، هنا كذا هنا كذا، ريليتد بالكلمة اللي انت عملت بيها سيرش. طيب تعالى كده نتفرج على الجرافيك مع بعض. اه دي حلوة قوي ومناسبة اللي انا عايزة اعمله، هحطها هنا. انا ما عملتش اي حاجة اكتر من ان انا ضغطت عليها
وشدتها نزلتها تحت. جميل. طيب عندي هنا ده تاريخ مكتوب ثابت، يعني ثابت مش حاجة أقدر ألعب فيها. أنا هعمله ديليت وهاجي أروح للتكست، للنصوص. النصوص اتفقنا إن فيها هيراركي، فيها 3 مقاسات. أنا هختار المقاس الكبير وهروح أضيفه فوق وأكتب يبقى الكلام ده عرض. هكتب هنا عرض العيد. حلو قوي. طيب عرض العيد دي الخط بتاعها لا مش بيألاين مع الخطوط بتاعتي. انا ضغطت عليها. دايما اي اليمنت انا محتاجه اتعامل معاه لازم اضغط عليه. فانا مثلا لو ضغطت على اللي هو البوكس الهدايا ده مش هينفع ان انا اعدل في عرض العيد. فدايما الغلطه اللي بنقع فيها كمبتدئين انه ببقى ماسك اليمنت مختلف عن اللي انا عايزه اعدله. فلا انا لازم اقف عليه لحد ما تظهر لي العلامه دي، ادبل كليك، اغير الكلام، اعمل اللي انا عايزه. اكتب عرض العيد. بس الخط بتاعه ما كانش احسن حاجه، يبقى هروح اضغط على اسم الخط من هنا. فاكرين الخطوط اللي احنا قعدنا نفكر فيها؟ بص عليها. كان منها حاجه اسمها سان سيرف مثلا. فهنا جاب لي الطيب العام سان سيرف، وتحته كل الفونتس اللي موجوده تحت الخط ده. هبدأ اختار. طب لا احنا بنتكلم عربي وهو ما بيفهمش عربي قوي، فانا هكتب له ان انا عايز خطوط عربي. هيجيب لي تحت في الريزلت كل الخطوط اللي بالعربي. لو خدتوا بالكم من علامة السهم الصغنن ده، لما بضغط عليها هاجي اختار بولد، هلاقي الخط عندي بقى بولد. لايت بقى الخط عندي رفيع خالص. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ تعالوا كده نفتح واحدة جديدة ونلعب فيها شوية. لما اجي اختار هيدنج 1، تحته هيدنج 2، تحته هيدنج 3، وعايز كل واحدة منهم اعملها بخط معين عشان توصل مسج معينة. هعملها بالعربي عشان محدش يقول لي ده الايه العربي بتاعه وحش. خدتوا بالكم من فكرة الهيراركي؟ تعالى نكبر. انا عندي بكبر بطريقتين، يا اما بالطريقة اللي انا عملتها ان انا احدد الاليمنتس كلها وابدا اكبر واصغر من الزاوية بتاعتها دي، او ان انا العب في الخطوط من هنا. فانا عايز عرض العيد بس هخليه بدل 130 يبقى 144. طيب خدتوا بالكم ان هو بيعمل لنا اشارات وعلامات؟ شايفين علامة التوسيط اللي هو عملها مع نفسه دي؟ مجرد ما انا حركت الاليمنت بتاعتي، اي نوع اليمنت بقى سواء خط صورة فيديو اي مكان، هتلاقيه بيظهر لك بعض العلامات. احاول دايما ان انا التزم بالجايد لاين اللي هو بيعمله لي ده. ليه؟ لان الجايد لاين دي هي اللي بتظبط لي شكل التصميم بتاعي. طيب انا هضيق ده عشان اعرف اتعامل معاه بشكل كويس، وهضيق ده كمان. كده انا عملت الخطوط. عايزه اغير نوع الخط، هضغط على الكلمه اللي انا عايزه اغيرها، اكتب له Arabic وهبدا اختار. مونستر ده اكتر خط فورمال انا شخصيا بحبه بستخدمه كتير. هتلاقيه كبر لي الخط شويه، فهظبط بقى اموري. تعالى نعمل مثلا السبتايتل كمان نفس المونستر بس بولد مش بلاك، واللي تحته خالص ريجولر. فبقت ال3 خطوط متناسقة مع بعض. طيب واحدة جت يمين واحدة جت شمال وأنا عايزة أوسطن كله، هحدد على كله وأضغط على بوزيشن وأحطهم في النص. طيب عايزاهم يبقوا متناسقين أكتر، أضغط هنا عشان يبقوا الأمور عندي متناسقة. جميل. طيب دي كده استخدمنا الخطوط أو ضفنا الخطوط، ومن هنا ضفنا الإليمنتس، حركناها كبرناها صغرناها عملنا كل اللي احنا عايزينه. هنزل تحت شوية الاقي حاجة اسمها ابلود. ايه بقى الابلود؟ هي المكان اللي انا برفع منه الصور بتاعتي. هكليك على كلمة ابلود وهختار اي صورة. تعالى مثلا هنختار دي مع بعض. اخترتها. تعالى ناخد صورة شخص. اخترت صورة الشخص ده. هبدأ اصغر، اشيل الاطراف بتاعته، هحطه هنا مثلا وهكبر الصورة بتاعته.
لا هو جاي بميل شويه، فانا هعدل الصوره. طيب انا مش عايزه خلفيه. شايفين باك جراوند ريموفر دي؟ هكليك عليها. طب يا مها انا عايزه اعمل الكلام ده، بس الريموفر دي موجوده في النسخه المدفوعه بس، وانا مش عايزه ادفع كتير بصراحه. اقول لك عندك من الشباب اللي بيعملوا العروض والحاجات دي، هتلاقوا ناس بتبيع الاكونت مدى الحياه ب 100 جنيه وحاجات غريبه كده. فروح اشترك معاهم، و او هتلاقوا بالسنه مثلا ب 50 جنيه وحاجات، يعني ارقام زهيده جدا. هما اللي هما بيعملوه ان هما بياخدوا عدد كبير من الاكونتس على حسابات جامعات، فبياخد عدد كبير من الاكونت وبيجي يبيعه لك مره تانية. طيب انا خدت الصوره، عملت لها باك جراوند ريموفر، وهروح على الايديت. هعمل ايه في الايديت؟ هروح على حاجه اسمها ادجاست. هروح هنا العب فيها شويه، ازود زي ما بنلعب ونظبط في الصور بتاعتنا الشخصيه على الموبايل. ازود الكونتراست، اقلل الهايلايت، اقلل الشادو، مش عارفه ازود الابيض، اقلل الابيض. اقعد العب لحد ما الصوره بتاعتي تظبط شويه. جميل. طيب عملت الصوره وعملت، عايزه احط الاليمنت بتاع العرض فوق الشخص. اعمل ايه؟ وانا واقفه عليه، شايفين كلمه مور هنا؟ هقول لاير وهطلعها، خليها اون فرونت خالص. فانا لو عندي زي ما اتفقنا اكتر من لاير ورا بعض، يبقى بعمل ضبط لموضوع اللايرز دي من هنا. خلي ده الاول، بعدين ده التاني، بعدين ده التالت، لا ده فوق ده. جميل. كنترول وزد، هنرجع كل اللي احنا عايزين نرجعه. طيب حلو قوي.